السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ بجد وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده بقى نعمله أكلة اقتصادية وموفرة جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها والغلاء الفاحش اللي احنا عايشين فيه الأيام دي. دلوقتي معانا بطاطس مقطعينها حلقات، بصي ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، على قد بقى الكمية اللي انت محتاجاها، عايزة بطاطستين تلاتة أربعة براحتك. ومعانا عصير طماطم بس مش كتير، يعني نص بص يعني نص كيلو كده طماطم اضربيهم في الخلاط. ومعانا البهارات، معانا بابريكا وبصل باودر وتوم باودر، ومعانا ملح وفلفل اسود، ومعانا زعتر، ومعانا يعني شوية سكر صغيرين. معانا هنا بقى بصلاية كده مقطعاها حلقات، يعني حتت صغيرة، ومعانا فلفل ألوان وفلفل أخضر وأربع فصوص توم مهروسين، ومعانا معلقتين صلصة. هتجيبي بقى الطاجن بتاعك، عايزة تعملي في الطاجن، عايزة تعملي في صينية براحتك. بس انا فضلت ان انا اعملها في الطاجن، بيبقى طعمها حلو جدا جدا. بصوا البطاطس دي يا جماعة من غير ولا لحمة ولا فراخ ولا اي نوع من انواع الشوربه، ما كانش عندي خالص. بس انت لو عندك مرقه فراخ او مرقه لحمه حطي، انا اليوم ده ما كانش عندي فعملتها كده، بس انا بعملها بالمرقه بتطلع قنبله بصراحه. دلوقتي بقى هاخد شويه من البصل وشويه من الفلفل الالوان، وبرده شويه من الثوم، حبات كده صغيرة في الأول. وهاخد نص كمية البهارات اللي معايا، يعني البابريكا وبصل باودر توم باودر والملح والزعتر والفلفل الأسود ومعانا شوية سكر. بصوا بقى، يعني ههرس بقى كده البصل بالفلفل الألوان بالفلفل الأخضر بالبهارات دي كلها، أدعكم كويس جدا جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. دلوقتي بقى هننزل بالبطاطس. طبعا انا بستعمل ايدي يا جماعه، انا ما بحبش الجلافز خالص، ما بحسش بالحاجه اللي انا ماسكاها. بس انا الحمد لله كل شويه، يعني انا ممكن كل دقيقه بغسل ايدي، عشان ممكن الناس تعلق يعني ان الواحد بيستخدم ايده، بس انا بصراحه ما بحبش الجلافز خالص في الاكل. دلوقتي بقى انزل بباقي المكونات اللي معايا، البصل والفلفل الالوان والثوم والفلفل الاخضر، وباقي بقى كميه البهارات كلها اللي معايا، والمعلقتين الصلصه. هدعك برضو البطاطس بباقي المكونات كلها زي ما انتوا شايفين كده. هي طريقة سهلة وبسيطة وموفرة واقتصادية، ممكن تعمليها. احنا هنعملها في الفيديو دلوقتي، هتشوفوا هنعملها جنب ايه وكلنا والحمد لله. بص هتنزلي بقى بعصير الطماطم دلوقتي. بصي لما بتعملي حركة ان انت يعني تقعدي تدعكي البطاطس بالمكونات دي كلها بالبهارات، بتبقى طعمها حلو قوي. بحس ان البطاطس بتتشرب معاكي البهارات بقى والبصل والثوم والكلام ده كله. انزل بقى بنص معلقة سمنة، عشان انا بصراحة ما بحبش السمنة كتير في الاكل، هي نص معلقة. عايزة تحطي زيت حطي، انا كنت حاطة نص معلقة، بس انا ساعات برضو بعملها بالزيت. يعني انا معظم اكلي بعمله المادة الدهنية زيت بصراحة، بحس ان هو اخف من السمنة بكتير. خلاص كده قلبت بقى السمنة مع البطاطس مع كل المكونات اللي معايا، بس كده هسويها. يعني بس حطيت لها شوية مية زيادة، عشان طبعا تاخد راحتها في السوا في الفرن. دلوقتي بقى هننزل بورق اللوري، يعني بصوا بيديها طعم فظيع بجد والله، بيديها طعم وريحة جميلة جدا جدا جدا. يعني هو مثلا ايه ورقتين او 3 ورق لوري. خلاص كده انا كده يعني تعتبر الطاجن البطاطس جاهز معايا. طبعا همسح الحروف عشان لو فيها مثلا اي مثلا صلصة او اي بواقي حاجة، علشان الطاجن ما يتحرقش معاكي في الفرن. عشان ما بيبقى فيه مثلا اكل او مثلا او اي حاجه على الحرف بتدخليه الفرن بيتحرق معاكي، فلازم تمسحي الحروف دي قبل ما تدخلي الطاجن في الفرن. دلوقتي بقى هنعمله مع بعض رز بالشعريه. انا عملت رز بالشعريه جنب طاجن البطاطس، تحفه روعه جميله جدا جدا. زي ما قلت لكم من الاكله النهارده اكله اقتصاديه وحلوه جدا جدا جدا.
هانزل بقى يعني برضه بمعلقة سمنة صغيرة. أنا السمنة دي أنا عاملاها عندي في البيت، يعني بُصّوا معلقة، هي تعتبر معلقة بس أنا حطيتها على مرتين عشان زي ما باقول لكم يعني هي السمنة العادية ما باحطش منها كتير، بس دي أنا السمنة دي أنا عاملاها اللي هي من وش اللبن، طبعًا بتبقى حلوة جدًا وصحية. خلاص بس هاسيبها تسيح معايا شوية وهانزل بالشعرية. أهو، باقول لكم إن السمنة دي أنا اللي عاملاها، بيبقى ريحتها حلوة أوي وطعمها بالذات في الرز بتبقى واضحة جدًا، 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 وطعمها بيبقى حلو أوي. هانزل بقى بشوية شعرية، يعني مش كتير بانزل يعني يعتبر إيه، كوباية صغيرة شعرية، بتبقى حلوة أوي، أوي مع الرز. هاسيبها طبعًا لحد ما تحمر معايا زي ما أنتم شايفين كده، خلاص احمرت معانا، بُصّوا. اللون ده حلو أوي، أنا ما باحبش أغمّقها، لإنِّك لو غمّقتيها مش عارفة باحس إن هي بتبقى مقرمزة أوي كده في الرز وما لهاش طعم. هانزل بقى بالرز على الشعرية وأقلّبهم كده مع بعض زي ما أنتم شايفين. الحركة دي بتخلّي الرز مفلفل كده وطعمه حلو أوي. عايزة برضه يعني تنزلي بالمَيّة الأول وتحطّي الرز براحتك، بس الحركة دي حلوة جدًا. دلوقتي بقى هتنزلي بالملح، لكل كوباية رز معلقة ملح. لكل كوباية رز معلقة ملح، ولكل برضه كوباية رز كوباية مَيّة، بس هتحطّي نُص كوباية زيادة، يعني مثلًا أنتِ عاملة كوبايتين رز هتحطّي كوبايتين ونُص من المَيّة، والملح زي ما باقول لِك كده، أنا يعني المعلقة اللي عندي دي بصراحة دايمًا باعاير بيها الملح لأي نوع أكل، فالكل زي ما قُلت لكم كوباية باحط معلقة ملح الصغيرة دي، وباحط كوباية من المَيّة. في الآخر خالص بابقى إيه، بعد ما باعاير بقى مثلًا أنا عاملة 3 كوبايات، باحط 3 كوبايات مَيّة وبعد كده أحط نُص كوباية من المَيّة زيادة. الرز بيطلع معاكِ مفلفل وطعمه حلو جدًا وما يعجنش معاكِ أبدًا، 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 الحمد لله يعني أنا عمري ما عملت رز وعجِّن معايا، عشان أنا بابقى عارفة مثلًا المعيار اللي أنا باعاير بيه الرز. خلاص بقى أقلِّب كلّه كده مع بعضه. عايزة تعمليه بلسان عصفور برضه بيطلع حلو أوي. دلوقتي بقى طاجن البطاطس بُصّوا طلّعته من الفرن، بُصّوا شكله والّا كان طعمه والله جميل جدًا، جدًا، وزي ما قُلت لكم أكلة اقتصادية وموفّرة في ظِل الغلاء الفاحش اللي إحنا فيه، وبإذن الله أشوفكم على خير، بس قبل ما أقول سلام ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس يوصلِك مني إشعار بكل جديد، وبإذن الله، بإذن الله أشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد، وأشوفكم على خير ومع السلامة.